اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي عاملين إيه؟ يا رب يكونوا بخير يا رب. صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهاردة بقى كده معانا فرختين كده بيض حلوين ما شاء الله اللهم بارك كده. همسكهم كده الأول أقطعهم وأشيل كل الزيادات اللي أنا مش محتاجاها فيهم، وبعد كده أقطعهم الأول ونشطفهم شطفة حلوة وننقعهم في المحلول، المية والملح والليمون بتاعنا. ما تحطيش خل خالص على أي طيور، الخل بيظهر زفارة الطيور. حطي ملح، حطي ليمون، حطي طحينه لو متوفره عندك، حطي معلقتين طحينه. وبعد كده امسكيهم كده نقعيهم في ميه وملح وليمون والطحينه وسيبيهم. خلاص انا مش موجود عندي طحينه دلوقتي، حطي ملح وليمون، هحط ملح وليمون وميه بس. قطعهم بس الاول كده تقطيع حلو، قطعي بقى الفرخه على 6 على 8 براحتك. احنا يا جماعه ما شاء الله احنا عيله كبيره خلاص، فعشان كده ما شاء الله اللهم بارك يعني بنعمل كميه على قدنا يعني، كل واحد بيعمل الكميه اللي بتكفيه. فاقطع بقى الفراخ وبعد كده تحت الميه كده نغسلها غسله حلوه ونشيل كل المزلقه وكل الحاجه اللي فيها دي واشطفيها شطفه حلوه كده. عايزه اقول لكم كلمتين بقى بالنسبه للي ما بيرحلوش اشعار للفيديو بتاعي، يلغي الاشتراك ويرجع يشترك تاني ويفعل الجرس على كلمه الكل، علشان انا لما انزل فيديو ينزل له بيه اشعار. ومفيش تفاعل خالص خالص على اخر فيديو انا نزلته. لو انتوا مش عاجبكم المحتوى بتاعي اكتبوا لي في الكومنتات، لو مش عايزيني اكمل معاكم برضو اكتبوا لي في الكومنتات، لان بجد انا بتعب في الفيديو وبتعب ما بلاقيش على قد تعبي، والله ما بلاقي على قد تعبي. فانتوا لو مش حابيني او مش حابين المحتوى اللي انا بعمله او عايزيني اغير من اللي انا فيه اكتبوا لي برضو في الكومنتات وقولوا لي. انتوا اخواتي وحبايبي ورأيكم يهمني. خلاص. انما بجد يعني بدخل على احصائيات الفيديو بلاقي يعني ايه، 12 اشعار، مفيش اشعارات كتير خالص رايحه لكم. وبعدين مش بلاقي اصلا لايكات على الفيديو، ما بلاقيش تفاعل. فتقديرا لتعبي حطوا لي لايك للفيديو، واللي لسه مشتركش في قناتنا بقى ينزل يشترك تحت الفيديو كده كلمه اشتراك بالاحمر يضغط عليها، واللي ما بيروحلوش اشعار بالفيديو يلغي الاشتراك ويشترك تاني بس يفعل الجرس على كلمه الكل. خلاص كده خلاص انا نضفت الفراخ وغسلتها كده ورحت دعكاها بالملح والليمون، وبعد كده فتحت عليها الميه تغطيها ونسيبها تتنقع بقى. وتعالوا نقضي، شوفي وراكي ايه اعمليه، شوفي حاجتك كمليها وتعالي بقى ايه يكون الفراخ بتاعتك اتنقعت وبقت زي الفل. دوت خيار هنخلله مع بعض، خيار بلدي. بقطع العنق من هنا ومن هنا، لو انت مش حابه تقطعي العنق من هنا ومن هنا ممكن تخليه زي ما هو كده وبحالته كده عادي خالص. دول 4 فصوص توم بقشرتهم كده انا بحطهم في قاع البرطمان. التوم ماده حافظه للخيار. من ناحيه تانية بدي ريحه حلوه قوي. انا بحطه بقشره كده، عايزه تقشريه براحتك، انا بحطه بقشره سليم. كده حطيت التوم في قاع البرطمان وبرص بقى الخيار. رصي الخيار بقى، عايزه ترصيه رصي، عايزه تحطيه عشوائي باي طريقه كده خالص كله هيبقى مع بعضه عادي، يعني مش بالحكمه يعني. بس انا كنت مفكره ان الخيار كتير على البرطمان فقلت ارص، لقيت البرطمان هو اللي اكبر. بصوا بقى المية دي انا غليها ومبرداها، على كل لتر مية 4 معالق كبار من الملح. خلاص هدوب بقى، حطيت 4 معالق كبار من الملح، ده عامة مش لتر، ده نص لتر اللي هو الكوباية دي. فانا دوبت فيهم ال4 معالق ملح وبعد كده هكمل كمية المية عليهم. اهو بصوا مليتهم مرة كمان من غير ملح، لقيته محتاج مية تاني رحت مليته وحطيت معلقتين او 3 معالق ملح تاني ودوبتهم فيه. بس كده خلاص كده الخيار بتاعنا جاهز معانا للتخليل. هنضيف بس هي معلقه واحده كمان، هي برضو اللي بتخلي الخيار بتاعك يبقى بيقرش كده وناشف وجميل ومش مهري، معلقه سكر. خلاص هتديله قرشه حلوه قوي كده في الاكل. حطيت معلقه سكر ورجيت البرطمان وبس، خلاص معانا الخيار كده جاهز. تعالوا بقى معانا الخضار بتاعنا جايبينه من السوق، معانا بسله، معانا فاصوليا، معانا كوسه، معانا جزر، معانا كرفس. خلاص الكرفس ده هنعمل بيه شوربه خضار لحمايه، يعني هاخد فرخية من الفراخ دي كده هسلقها له، عشان هو ايه ما بياكلش الاكل بتاعنا دوت، فانا هعمل له شوربه خضار وفراخ كده ما هسلقها له واحمرها له كده بسيط كده في زيت ذره. خلاص يا بنات كده خلاص بقى مسكت الكرفس نقيته ونضفته وركنته على جنب، وهجيب بقى طبق كده ونفصص البسله الاول وبعد كده اروح مقطعه الخضار ومجهزاه. بس كده خلاص فصصت وقطعت الخضار. معانا بقى الخضار بتاعنا، دي اللي هنعملها شوربة خضار لحماية، فاصوليا وكوسة وجزر بس، لان الدكتور قال لي ما تحطش بسلة خالص ولا بطاطس في شوربة الخضار. خلاص يبقى شوربة الخضار بتاع حماية دي كوسة وجزر وفاصوليا خضراء وعود كرفس. واحنا بقى التل بتاعنا او صينية الخضار بتاعتنا بسلة وجزر وبطاطس وفاصوليا و... وبس خلاص. كده جبت بقى حلة وحطيت فيها شوية زيت ذرة، ومعايا بصلتين وسط كده خرطهم تخريط ناعم. قلب بقى البصلايه كده لغايه ما تدبل. بس خلاص كده دي تاني بصلايه
هقلب بقى البصل يا دوب ادبله بس، مش هحمر البصليه ولا صفرها ولا حاجه. البصله تدبل هنزل عليها بالتوابل، احط رشه فلفل اسمر، هحط بهارات فراخ. لو مش متوفر عندك بهارات فراخ ممكن تحطي بهارات مشكله اللي هي 7 بهارات، وهحط بابريكا وبس وخلاص كده. هي دي التوابل بتاعتنا، ورشه صغيره خالص من الكمون لان ما كانش عندي كمون. الكمون بيدي ريحه حلوه برضو قوي للخضار. كده خلاص هنزل بقى بالفراخ. معايا فصين حبهان سلام، لو عندك حبهان ناعم مطحون حطي نص معلقه صغيره. هنزل بقى بالفراخ كده اقلبها بالبصل بالتوابل الجميله دي. بص بقى الفراخ اتغلفت بالتوابل والبصل، مش قادره اقول لكم ريحتها طالعه تحفه. حابه تحطي توم حطي، انا مش حابه احط توم لان القولون عندي عصبي ومش طايق اصلا، بيشم ريحه التوم بيتعصب، بلاش توم. فكده خلاص انا قلبت البصل بالفراخ بالتوابل، بعد كده نزلت عليهم بالطماطم. هنغطيهم بقى، نحط رشة السكر ونحط الملح ونغطيهم يخلوا غلوتين بالظبط كده او 3 غلويات يعني. غلوتين كده حوالي 3 دقايق كده، وبعد كده هننزل عليهم بالخضار. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الفراخ بتاعتنا غالية بقت زي الفل. نزلنا بقى بالخضار، الخضار بتاعنا اللي هو بسلة وفاصوليا وجزر وبطاطس. هقلبه بقى كويس كده، وهحط نص كوباية من المية واسيبه بقى يستوي نص سوا مع الفراخ لان لسه هيكمل سوا في الفرن. بس اغطيه بقى ونسيبه. تعالوا بقى على الحله، على العين التانية كنت حطيت ميه، الميه غليت، حطيت بصلايه طماطمايه ورق لورا حبهان رشه فلفل اسمر، لو عندك مستكه ممكن تحطي. وبعد كده رحت نازله بالفرخيه، الفرخيه اللي انا قلت لكم هسلقها علشان حمايه. بس هحط ملح بقى واسيبها تستوي مع نفسها. انتوا عارفين الفراخ البيضه دي حطي ملحها وكل حاجتها معاه، ما بتاخدش سوا، بتستوي بسرعه يعني. ادي كده الخضار بتاعنا ما شاء الله جاهز كده خلاص. هنطفي عليه النار بقى، وتعالوا نحطه في الصينيه او البرام اللي هنحطه وندخله الفرن. كده شلت الفراخ وحطيت الخضار الاول، وبعد كده هرص الفراخ على وش الخضار. بس كده. مش قادره اقول لكم ريحته تحفه، والخضار ده بيبقى بجد خطير بجد. يعني وجبه غدا تحفه وجميله وصحيه جدا جدا ومغذيه لاولادك. بس كده خلاص هظبط بقى كده الخضار الفراخ كده على وش الخضار، وبعد كده اجيب معلقه كده واشيل من الصوص ده احط على وش الفراخ، وبعد كده هروح مدخلها الفرن في الرف الاوسط على درجه حراره 180 200. وبعد كده هتاخد وش وهنطلعها. تعالوا بقى نعمل كده حبه رز بشعريه. حطيت كده الزيت او معلقه سمنه، وبعد كده حطيت الشعريه، قلب بقى الشعريه تاخد لون معايا. وعلى العين التانية حاطين طاسه برضه هنحمر الفراخ. الفراخ بتاعتنا هتحمر كده وتاخد لون، هنقلبها على الوجه التاني. وادي الشعريه بتاعتنا اخدت لون ذهبي حلو، ونزلت عليها بكيلو من الرز. هقلب الرز بقى اشوحه بالشعريه كويس، واحط رشه ملح، وهسقيه شوربه. بما ان عندي شوربه بقى، انا بحب اكل الرز ابو شعريه ده مسقي شوربه جدا. هنا ما بيحبوش مسقي شوربه، اسقي ميه ميه ميه. فلازم نعمل اللي هما بيقولوا عليه، بس انا بحب الرز مسقي شعريه. جبت الصفايه بقى كده، بصفي الشوربه من ورق لورا، من طماطمايه، من اي حاجه بقى اللي احنا بنضيفها في الشوربه دي علشان ما تنزلش في الرز. بس خلاص كده الرز بتاعنا مظبوط. هغطيه بقى اول ما بيغلي كده ويشرب على نار هاديه. كده الغدا بتاعنا خلص. وادي صينيه الطل بتاعتنا، وعملت طبق بدنجان وحمرت الفراخ، شوربه الخضار بتاع حمايه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. تعالوا بقى كده شوفوا الخضار الجميل بتاعنا اللي احنا عاملينه ده مع الرز ابو شعريه روعه. يا رب الفيديو يعجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.